بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، ألف شكر، مليون شكر، مش عارفة أشكركم قد إيه على تفاعلكم على الفيديو الأخير. بصراحة شجعتوني إن أنا أكمل معاكم، وشجعتوني إن أنا أرجع تاني لحماسي ونشاطي، وإن شاء الله يعني بإذن الله خلال يوم أو 2 هيكون في فيديو جديد بقى زي الفيديو التاني، أقوى من الفيديو اللي فات إن شاء الله. وعايزة بقى عاوزة الفيديو يوصل ل10,000 لايك كده، ل10,000 مشاهدة كده، وعلشان كده اتشجع اكتر. وعايزه الفيديو ده يكون 1000 مشاهده في اقل من 24 ساعه. لايك وشير كتير علشان يوصل لباقي الجماهير. المهم، حابه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. الموضوع المهم اللي انا هقول لكم عليه ده اكتر سؤال بينرفزني وينرفز اي حد، سواء اخصائي تغذيه، او سواء عنده جروب للدايت، او سواء بينزل فيديوهات تحفيزيه علشان الدايت زي ما انا بعمل لكم، ويقول لي انا عاوز ايه، انا عاوزه ايه. حاجه من 2 بينرفزوا. اول حاجه الشق الاول، والحاجه اللي الناس بتستسهلها، هي العمليات. انا هعمل عمليه او هقص معده، اخر ما بيغلبوا. طبعا انا بشجعش على العمليات، ما بشجعش انك تقطعي حته من جسمك. بشجع ان انت الاول تبدأي بالحلول الطبيعية وتمشي في طريق صح. شايفين مطبقة؟ شايفين كده؟ انا مثلا راكبين عربية اهوت، ولقينا عربية تانية، لو احنا مشينا كده خبطنا حطينا نفسنا قدام العربية دي، سواء عملية او سواء حطينا دواء، خدنا دواء غلط، هيحصل لنا هيحصل لنا مشاكل صحية. في ناس بيوصل بيها الحل لجلطات، في ناس ولو انا عملت عملية او وما التزمتش برضو هتخن تاني. وناس كتيرة عملت عمليات وتخنت تاني، لان المشكلة مش في العملية، المشكلة في كنتوا، في قناعتكم ان انتوا مش عارفين تلتزموا بالدايت، ومش عارفين تتحكموا في شهيتكم، مش عارفين تقفلوا بقكم، وعاوزين بقى؟ عاوزين المفتاح القفل، قصدي عايزين قفل على بقكم، دواء لسد الشهية، او حاجة لسد الشهية، او اعشاب، او اي حاجات تانية بنسمع عنها. اسمع مش عارف عن بذور الشاي، اسمع عن بذور الكتان، اسمع عن مش عارف وكل الحاجات دي هتكلم عنها في فيديوهات باستفاضة ان شاء الله، واطلع لكم. اصل مفيش حاجة هتديك الحل السحري، مفيش عصاية سحرية عشان تخسسك، مفيش دواء هيقطع لك الشهية، مفيش دواء هيخسسك. في ادوية ممكن تضر صحتك، في ناس بيبقى عندها ضغط ودواء معين بيأثر على الضغط سواء بالارتفاع او بالانخفاض. في ناس تانية بيكون اصلا غلط عليه. في ناس تانية بتفكر بتبيع الوهم، بتعمل ادوية تحت بير السلم، بتعمل ادوية مش مترخصة، بتعمل ادوية مش مصرح بيها، وبتضر اكتر ما فيلهاش اي منفعة. منفعتها الوحيدة في جيب الناس اللي بتاخد الفلوس دي، هو دي المنفعة الوحيدة للادوية دي، معدوم الضمير دول. وضررها اكبر، ضررها هيضركم انتوا، صحتكم امانه. ما ينفعش ان انا اجرب، انا مش فرط بجرب في نفسي اي دواء، بجرب في نفسي اي حاجه. يا جماعه انا واحده مريضه الضغط، لولا ان العلاج الضغط ده لازم اخده عشان ممكن ياثر على كلى او يضرني، ما كنتش خدته بصراحه. ليه؟ لاني مش بحب اي حاجه خارجيه. امشي صح، امشي طبعا طبيب المعالج، امشي على الحاجه اللي تحافظ على صحتي، مش ان انا اخد اي دواء، استسهل واخد دواء. ابدا بالحاجه الطبيعيه اللي ربنا خلقها. زي مثلا يكون عندك مغص وتروحي تجيبي حبوب مثلا مغص ولا كده، اشربي نعناع، اشربي ينسون، اشربي مشروبات عشبيه في الاول، ما جابش نتيجه بتروحي تعملي. ايام زمان كانوا اهالينا مش كل ما يعوزوا حاجه بيروحوا على الصيدليه. احنا بقى اسهل حاجه نلعب فيها هي صحتنا، اسهل حاجه نضرها هي صحتنا. بنمشي في الضلمة بمزاجنا، بنمشي في الطريق الضلمة والطريق الغلط واللي يضر صحتنا بمزاجنا. دلوقتي الدواء مش هينفعنا، الدواء مش هينفع غير الراجل او اللي بيقول على نفسه دكتور او بائع الوهم، هينفعه يحط في جيبه فلوس، واحنا صحتنا اللي هتتدمر. ياما اطفال وياما ناس بتتعب
ناس وكبار وقصص كتيرة وناس دكاترة كتير بيتكلموا في الموضوع ده. في حالات اصلا يعني ناس كتيرة كل يوم والتاني بيحصل حاجة اهوت. على سبيل المثال هحط لكم دلوقتي نموذج ان شاء الله في اخر الفيديو كده، في حالات مثلا او قصص، في عمليات، في قصص، في كمان اللي هي الحالات اللي بتاخد ادوية. دواء مشهور جدا، واحدة مشهورة اخدته وضرها، مش هقول اسمه، بس حذاري حذاري من انا قلت اللهم هل بلغت اللهم فاشهد، ما ينفعش ان انا اخد حاجه تضرني. تاني حاجه بالنسبه للناس اللي بتقول انا مش عارفه استميو ايه الوجبه، انا قلت لكم نماذج في الفيديو وفي اللايف اللي فات، اخر لايف انا نزلته عملته من يومين تقريبا، اتكلمت فيه عن ايه نماذج لوجبات اللامحاله. واكتبوا لي في التعليقات بتاعتكم عن بعض الاكلات اللي موجوده سواء في مصر او بره مصر، ويعني مثلا في الدول الاخرى العربيه، مثلا المغرب، في اي دوله عربيه اخرى. واكتبوا لي مثلا بتاخدوا ايه، بتاكلوا ايه في الغداء، بتاكلوا ايه في الفطار، بتاكلوا ايه كده. انا هظبط لكم الدنيا كمان من خلال نظام اللقيمات. هعمل لكم جداول كمان بمنيو تختاروا منه الاكل اللي انتوا مثلا طبخه مثلا محشي. المحشي ده اقول لكم بالصباع قد ايه، لو كبير قد ايه، لو صغير قد ايه. عاوزين الكلام ده؟ حاضر هنزله. تاني حاجه، اللهم صل على هقول لكم برضو الدايت. اول حاجه قبل دايت ورياضه، تنظيم نوم، 3 معادله النجاح او مثلث النجاح في الالتزام بالدايت. نوم صح يهدي الاعصاب ونظم يومي. انام صح، مش هفضل متوتره، مش هلخبط. العب رياضه وانظم اكلي.